أعزائي الطلاب على جميع مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. الفيديو ده يا ولاد زي ما أنا قلت لكم إن أنا هشرح لكم فيه كل التفاصيل اللي إحنا هتحصل في الترم الأول. أول حاجة كده، أنت منورنا، أنت مأنسنا، أنت هنا هتاخد معلومات صدقني مش هتلاقيها في أي حتة تانية خالص. ليه بقى يا مستر؟ لأن أنا بقول لك، أنا بوعدك من دلوقتي إن أنا هنزل لك شرح منهج كامل، سواء انت اولى اعدادي او تانية اعدادي. انا بوعدك من دلوقتي ان انا هنزل لك شرح المنهج كامل. طب يا مستر يعني انت هتنزل الدرس في فيديو؟ لا، انا هعاملك كانك طالب سنتر عندي. انا هنزل لك كانك هنزل لك كل حصه في فيديو. يعني ايه كل حصه؟ لانك مثلا عندك الدرس ممكن يبقى على حصتين ثلاثه، هنزلهم لك في فيديوهين ثلاثه. طب يا مستر انا بقى عايز حاجه تنظم لي الموضوع ده كله. مش دلوقتي، اصبر بس دقيقتين. طيب مستر انا اصلا ما بحبش الدراسات، وانا ما بحبش المقالي، وما بعرفش اجاوب بما تفسر ولا ما النتائج. بقول لك ايه، ما تشغلش دماغك، سيبها عليا انا، سيبها على اخوك كبير مستر كرولوس سعد. طيب انا بوعدك ان انا هحل لك كتاب الامتحان حل كامله. ايه ده يا مستر؟ طب ما الحل موجود عادي. بقول لك ايه، انا هنزله لك كشرح، يعني الحل كشرح، واللي مجرب فيديوهاتي هو عارفني انا بحل ازاي. مش بس كده يا ولاد، ان شاء الله برضو كتاب الاضواء هنبدا نحل فيه. انت يا فندم هينزل لك شرح الفيديوهات حصص، يعني هينزل لك سبت وثلاث حصتين في الاسبوع، دول اساسي نازلين لك. طيب بس كده؟ هنبدا يا فندم بعد ما نخلص كل درس هننزل لك فيديو حل على الدرس كله، ومش بسيب اسئله واحل اسئله، بحل الدرس كله، ما النتائج وبما تفسر، وكل درس بنمسكه. هو ليه هيتجاوب كده؟ لان انت عندك نوعيه اسئله جديده اسمها ما مصداقيتك على هذا الكلام. طيب بس كده يا ولاد، هنبدا نحل برضو كتاب الاضواء. كتاب الاضواء هنبدا نحله برضو ان شاء الله كامله. تالت كتاب وهنحله اهم كتاب المدرسه. اذا يا باشا انا بقفل لك اللعبه، حليت لك كتاب الامتحان، حليت لك كتاب الاضواء، حليت لك كتاب المدرسه، وننزل لك فيديوهات شرح تفصيليه. حضرتك مستني ايه بقى؟ مستني ان المستر يبدا يتابع معاك. علشان كده بقول لك بقى، لينك اللي موجود تحت، انزل سجل في الفورم. طب لو انت ما لقيتش اللينك، ادخل اكتب على رقمنا على الواتساب، هتلاقيه موجود في اول كومنت. ادخل وقول انا عايز اللينك اللي انا اسجل فيه. ليه بقى؟ لان الطلاب اللي مسجلين في اللينك ده يا ولاد هنعمل معاهم حصص تفاعليه. يعني ايه يا مستر حصص تفاعليه؟ بعد ما ننزل فيديوهات على اليوتيوب يا ولاد كل جمعتين هنعمل لايف انا وطلابي حبايبي، ونبدا نعيد او نعمل مراجعه على اللي احنا خدناه، وتبدا تسالني فيس تو فيس، او تبدا تسالني يا مستر انا الجزئيه دي ما كنتش فاهمها قوي، يا مستر ممكن توضح لي دي اكتر. انا بوعدك قبل دخول المدارس حضرتك هتبقى مخلص حوالي 1:30 قبل المدرسه ما تبدا ان شاء الله. بوعدك ان احنا نكون مخلصين 1:30، وبوعدك هنكون فارمينهم، حافظينهم، فاهمينهم. عايز اقول لك ادق التفاصيل اللي انت مش هتلاقيها في اي حته هتلاقيها هنا. عايز اقول لك يا فندم انت هتفهم الدرس كويس جدا، هتحفظ الدرس كويس جدا. حضرتك يا فندم انت اصلا مش مطالب منك غير اي حاجه غير انك تشغل الفيديوهات وتسمع كلامي. طيب مستر انا عايز امتحن. حضرتك برضو الطلاب اللي مسجلين في اللينك او في الفورم، الطلاب دي هنبدا نكلم اولياء الامور ونبعت لكم الامتحانات. طب يا مستر الامتحان هيبقى عامل ازاي؟ هنبعت لك ورقه، الورقه دي يا فندم تبدا تحلها قدام ولي امرك، وولي الامر بيبعتها لنا، واحنا بنبعت له نموذج الاجابه علشان نقدر برضو نقيمك. اذا شرح، حل كتاب الامتحان، حل كتاب الاضواء، حل كتاب المدرسه. صديقي انت محتاج ايه تاني؟ كمان بعمل لك امتحانات، بعمل لك حصص تفاعليه. انت محتاج ايه تاني؟ انت لو قصرت يبقى انت اللي بتقصر في حق نفسك. طب يا مستر بقى ده كله ايه بقى باشتراكات وفلوس والكلام ده كله؟ لا، انا بقول لك ان انت كله ده هيتقدم لك على قناتنا، قناه الخطه السريه للدراسات الاجتماعيه. ايه الخطه السريه للدراسات الاجتماعيه؟ قناه مستر كرولوس سعد يا اولاد. ان شاء الله تبعت كل الفيديوهات دي لزمايلك، هتبقى قدامك بلاي ليست، الدنيا هتبقى منظمه جدا. طب يا مستر انا عايز بقى اعرف يعني ايه عشان ما تهش في القناه، ما تهش في المواعيد، الدنيا ما تبقاش عشوائيه. عشان كده ان شاء الله برضو تطلب مننا ان احنا في بدايه كل شهر يا ولاد هنبدا نعمل لك جدول زمني للشهر. يعني مثلا طالب اولى اعدادي الفيديوهات بتاعته هتنزل يوم السبت والثلاث الساعه 12،
وفيديو الواجب هينزل يوم الجمعه. طيب طالب تاني اعدادي هيبقى حد واربع مثلا، ابقى اضرب لك امثله، لكن احنا لسه ما استقرناش على المواعيد. ان شاء الله انت اطلب بس المواعيد، لان انت عشان تعرف كمان مش بس كده، انت هتلاقي برضو في البوستر اللي فيه المواعيد يا ولاد بتاعه نزول الفيديوهات، هتلاقي مثلا يوم السبت هنشرح في كتاب الامتحان او كتاب الاضواء، هنشرح من صفحه كام لصفحه كام، هنشرح انهي جزء، عشان تبقى انت محضر نفسك ليه، ما توهكش. اذا انت عارف الفيديو هينزل يوم ايه، الفيديو ده بيتكلم عن ايه، من صفحه كذا لصفحه كذا، حل واجب بتاعه هينزل امتى، كل حاجه هتبقى قدامك، فما فيش عشوائيه خالص، الموضوع هيبقى منظم جدا مرتب جدا. كل اللي عليك انك تعمل ايه يا صديقي؟ قول لي هتعمل ايه؟ انك بس تذاكر معانا الفيديوهات. وكان معكم اخوك الكبير مستر كرولوس سعد. يا ولاد انا عايز اقول لك ان انا صدقني في كميه مجهود مبذول رهيب قوي. كمان في ملزمه صغننه، الملزمه دي يا ولاد مهمه جدا جدا جدا، لان هي فيها مفاتيح الحل ومعموله بشكل احترافي الى اعلى جوده. الملازم دي يا ولاد برضو للي مسجلين في الفورم وعاملين يا ولاد، اللي مسجلين في الفورم هم اللي يقدروا ياخدوا الملازم دي مجانا، انا يعني بدون اي مقابل. كل اللي انا عايزه من حضرتك يا فندم انك انت تستقر وتقعد زي الاسد وحش، يا دكتور ويا دكتوره يا باشمهندس يا باشمهندس منك ليه، تقعد قدامي زي الوحش واللي انا اقول لك عليه تسمع كلامي. طبعا ترم جميل جدا، ترم منظم جدا، مش عايز اقول لك مفيش اي حاجه صعبه، ترم لذيذ قوي 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 قوي. طيب اخر حاجه بقى، انا مش هبدا لك بالوحده الاولى، انا هبدا لك بالوحده الثانيه اللي هي الحضارات في قاره اسيا. طبعا ده هنبدا نفهمه في الفيديو بتاع الشرح نفسه. طيب برضه عشان يبقى عندك معلومه، ليه يا مستر هتبدا شرح المنهج بالوحده الثانيه؟ لان الوحده الثانيه مليانه معلومات اكتر شويه، محتاجه مجهود زياده شويه، فبدل ما تبقى مزنوق في اول المدارس، طب ما انت عندك الدنيا فاضيه اهي، يلا نبدا بيه هو الاول، يلا نبدا بيه ونحط ايدينا فيه هو الاول علشان نقطع شوط كبير، وقبل برضو المدرسه هنبقى مخلصين اول درسين من الوحده الثانيه وهناخد درس من الوحده الاولى. اذا انت داخل المنهج معاك 3 دروس، قبل ما تخش المدرسه هيبقى معاك 3 دروس. ال3 دروس دول يا ولاد داخلين في حوالي 12 حصه ان شاء الله، هينزلوا على 4 اسابيع ان شاء الله كده، يعني ربنا يوفقنا ونقدر ننزل لكم الفيديوهات والجدول بتاع المواعيد بتاعه نزول الفيديوهات والحصص. صدقني مش مطالب منك غير اي حاجه، دعوه حلوه في الكومنتات يا ولاد، وتبعت الفيديو لاصحابك، ومش طالب من حضرتك اي حاجه خالص، وما تبقاش بخيل وما تبقاش يعني عيل كده يقول لك المدرس ده حلو انا مش هقول لحد تاني، المدرس ده بتاعي بس. يا عم انا بتاعك بس يعني عادي، يعني قول لزمايلك والكلام ده كله. كان معكم مستر كرولوس سعد، اتمنى ترم يبقى جميل وسنه جميله عليك. وعايز اقول لك بقى يعني هتشوف تحفه، هتشوف حاجه خطيره جدا. تابعنا وخليك دايما متابع معانا، لان دايما وانت بتتابع معانا في ابديتس كتيره موجوده. يلا جود باي.